السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. فيديو آخر من قناة خواطر فكرية وتلخيصاتها لردود مشايخ ومحاوري الشيعة أعلى الله برهانهم. إن شاء الله بهذا الفيديو أنقل اتصال دار بين الأستاذ القدير عقيل العراقي وبين وليد إسماعيل حول الحديث المشهور: من مات وليس في عنق بيعة مات 200. هذا الحديث موجود عند الشيعة، عند السنة، موجود بأغلب الكتب، إنه ما معناه يجب كل شخص أن يبايع إمام زمان. قبل أن نستعرض تمام الاتصال وقبل أن نعقب على الطامة الكبرى إنه إمام وليد إسماعيل هو شيخ مجدي إمام المسجد اللي تحت دارهم، قبل أن نعقب على كل شيء أعقب على نقطة جدا مهمة. الآن بعد ما راح تستمعون الاتصال أنا متأكد راح تأتي تعليقات كيف يقول ويخاطب الأستاذ عقيل يخاطب وليد إسماعيل بيا أستاذ وليد وبيا شيخ وليد. وهنا لازم نفرق نقطة جدا مهمة. نحن الشيعة أصحاب أخلاق، عندما نحاور يجب علينا ألا نسب ويجب علينا ألا نلعن. يعني اليوم أنا من ألعنه وأسب وليد إسماعيل في نصف الاتصال وفي نصف المداخلة وفي نصف المحاورة، هل هذا الشيء ينم على أنه أنا شخص صاحب علم، شخص صاحب معلومة، شخص صاحب دين إطلاقا ونهاية؟ إنما العكس تماما. بالأخلاق التي نمتلكها وليد إسماعيل هو الذي يسقط، لدرجة وصف الأستاذ عقيل وصف بالجبان ووصف بأوصاف لا تليق بأن تصدر من محاور. الآن نحن لا نريد أن نعلي من قدر وليد عندما نقول يا شيخ وليد، أو عندما يقول له الأستاذ عقيل يا أستاذ وليد. لا نريد أن نعلي من شأن وليد إسماعيل إطلاقا ونهائيا. وهذا المنهج يتبع السيد ميثم الموسوي، يتبع الأستاذ عقيل، ويتبع الحاج وعد اللامي. منهج بالنسبة لي أنا كصاحب هذه القناة منهج غاية في الروعة وغاية في إتمام الحجة. بالأخلاق وبالعلم الذي نمتلكه نبين جهل الوهابية وأنهم أشخاص لا يتكلموا بأدب ولا يتكلموا بمعلومة، فقط تجاوزات. المحور الرئيسي لهذا الفيديو ولهذا الحوار هو الحديث: من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. إذن من هو إمام زمانك يا وليد إسماعيل؟ ننتظر الإجابة وبعدها إن شاء الله نترككم مع تمام الاتصال. جاوبني. إمامي الشيخ إمامي دلوقتي اللي أنت بتتكلم عن الشيخ مجدي بتاع المسجد اللي تحتينا. لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. شيخ وليد ممكن سؤال؟ أنا طبعا من الشيعة، يعني إحنا ما نعرف نحتال نقول إحنا من أهل السنة ونقول كذا، لا. كلام واضح، عشان كده بتقول لي حياك الله وبياك. يعني بس هاي شو اسمه، بس الشيعي يعني لا يقولها غير الشيعي. لا، اصل كلمة حياك الله وبياك دي مسألة من وراء القلب. تحبني فعلا. انا قرأت قول للخطابي شيخنا شيخ وليد اسماعيل في يعني هو حد في حاجة هنا. نعم، في حاجة بما انك راجل شيعي يعني وشكلك كده من الناس الطيبة يعني. نعم. لو انا حبيت ابيع المهدي ابيعه ازاي؟ تبايعه؟ انا دلوقتي راجل عايز ابيع الامام المهدي. لا يعني انا هو سؤالي الان، هل كل من اسلم بايع رسول الله يعني مش شرط ان انا ابيع المهدي. لا، مو شرط تبيع المهدي، تتبايعه مو الا يعني ليس الشرط ان تكون هناك صفقة على اليد. انت تبايع تتبع المنهج. قل ان كنتم تحبون، اسمح لي. اصل انا سمعت الشيعة. لا، انا سمعت الشيعة بيقولوا نعم. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية. هذه عندكم موجودة؟ فين الحديث دوت؟ قالوا الحديث ده موجود عند اهل السنة. لا، هذا موجود عندكم. من مات بنفس اللفظ ده ما لقوش. لا طيب عندكم انتوا بتقولوا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. نعم. قلنا الحديث ده يثبت ان لازم البيعة للمهدي. انت عندك الان، ماشي. انت بتقول لهم يا جماعة الحديث لا يذكر المهدي، هو بيتكلم على الامام نهائي. انت الان بيعتك لمن؟
أنا السؤال الآن، شوف السؤال الآن هسه أنت الآن طرحت الموضوع، وطبعا سؤالي ضيعته، يعني أنت ضيعت سؤالي. على كل مو مشكلة. لا ما ضيعتش، احنا بندردش مع بعض. هسه مو مشكلة. خير إن شاء الله خير. الآن أنا سؤالي إلك. أنا الآن سؤالي إلك الآن، هل الحديث الذي عندكم ورد من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل هذا الحديث صحيح أو لا؟ عندكم تمام صحيح، ولكن جميل. السؤال الآن طلحة والزبير لمن كانت بيعتهم؟ السؤال الآن بعد أن ثبت الحديث، أيوة واحدة بعد أن ثبت الحديث، إذا تسمح لي أستاذ وليد، لو أنا قلت لك أستاذ وليد إسماعيل، إذا تسمح لي شيخنا وليد إسماعيل حياك الله وبياك، إذا الآن أريد أعرف عندما ثبت الحديث أريد أعرف بيعة طلحة والزبير لمن كانت، أو أنهم ماتوا ميتة جاهلية. لحظة واحدة أنا ما بكلمكش دلوقتي عن طلحة ولا الزبير. لا مو هاي ضرورية. لا ضرورية هاي. وأنا ماشي أعذرك عنها. ما حورش السؤال. أنا دلوقتي أنا وأنت دلوقتي عايشين أهوت. لا احنا شوف استاذ وليد، اي نعم، البيع الان البيعات وليس في عنقه بيعة يا شيخ وليد الله يخليك، والحديث واضح يعني. سؤال شخصي الان زين يا استاذنا زين. سؤال الان انا اسال سؤال اسالك سؤال، هل تشترط في البيعة؟ تسمعني؟ مو هو حضرتك ما فهمتش السؤال بعد كده. لا انا فهمت سؤالك، والله فهمت سؤالك، فهمني بس اللحظة. لكن هل تشترط؟ احنا خلينا نعرف البيعة ما هي. خلينا نعرف البيعة ما هي يا استاذ وليد. سبحانك يا ربي. استاذ وليد خلي اعرف ما هي البيعة. ماذا تعني البيعة؟ ماذا تعني البيعة؟ خايف من ايه؟ انا افهمك. لا اله انا ما خايف. انت اقول لك استاذ وليد، شيخ وليد حبيبي، الذي خاف انت من سؤالي عن طلحة والزبير ما عجبتني. لو سمحت ممكن افهمك سؤالي؟ انت الذي خاف مو انا ما خفيت. تفضل اسال يلا. انا عدتها كم مرة؟ ممكن لو سمحت افهمك سؤالي؟ تفضل. شنو سؤالك؟ لو تسمح لي افهمك سؤالي بس. وسؤالي وين صار؟ اللي انا متصل علشانه. مفيش مشكلة، افهمك سؤالي وجاوبني عليه وبعد كده بسأل. يلا سبحان الله. علينا ان نترفق. يلا. لا اله الا الله. تفضل. انا دلوقتي انسان مسلم. تمام؟ وعندنا حديث صحيح: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتا الجاهلية. وأنتم تقولون أن البيعة هذه لا بد أن تكون للمهدي. كلامي صحيح ولا لا؟ كمل سؤالك وأجاوبك عليه. أنا كلامي صحيح دلوقتي ولا لا؟ كمل سؤالك وأجاوبك عليه. كمل كل السؤال. أنا سؤالي الآن، أنا لا أريد أن أموت مدة الجاهلية. جيد. فكيف أبايع المهدي؟ جيد. هل تشترط في البيعة الرؤيا؟ هل تشترط أو لا تشترط؟ المسألة مش مسألة اشتراط الرؤيا. يعني أنا مثلا أديك برضه مثال. أنا الآن دلوقتي مثلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا دلوقتي راجل من اسكندرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم علما يقينا متواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في القاهرة. فإن قالوا لي بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو في القاهرة سأبايعه. نعم. لأنني علمت علم يقين أنه موجود في القاهرة متواترا. إلي ناس يستحيل عليهم الكذب يقولون أن نبينا موجود في القاهرة. الآن فإن لم أسافر له القاهرة فأنا أبايعه في اسكندرية. يعني لا تشترط الرؤيا. اسمح لي أنت أبايعه. هذا وصل يعني ما تشترط الرؤيا. البيعة لا تشترط الرؤيا. تمام. لا أشترط الرؤيا. لا إله إلا الله. تشترط الرؤيا لو ما تشترط الرؤيا. ولكن أشترط الوجود. ماشي
ماشي، يعني الآن أنت بيعتك لمن الآن أنت؟ أنا ما بيعتش حد لحد دلوقتي. يعني الآن أنت تموت ميتة جاهلية إذا مت. أنا أموت ميتة جاهلية لو قدامي إمام ولم أبايعه. زين، هل النبي يكلف الناس عندكم أن رسول الله يكلف الناس ما لا يطيقوه؟ لا أنا ما قلتش ما يكلف ما أعرف. الآن هذا تكليف. اسمح لي حبيبي أنت، اسمح لي شيخنا، هل هو تكليف من رسول الله أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عندك مقيد لو مطلق. إذا أنا أرى الحديث مطلق، إذا أكو تقييد انطيني التقييد بالحديث. في إيه ولا مطلق في إيه؟ ها، الحديث مطلق، أي واحد يموت وليس في عنقه بيعة يموت ميتة جاهلية. بيعة المن، بيعة لإمام، موجودة عندك النص في مسلم يشرحها. صاحب مرقاة المفاتيح صاحب مرقاة المفاتيح يشرحه، يقول أي بيعة لإمام. أنت من بيعتك؟ واحدة دلوقتي. إذا لابد لوجود إمام. إذا ما هي شروط الإمامة التي أنا أريد أعرف، هل يكلفك هل ممكن أن يكلفك رسول الله بشيء غير موجود يا شيخنا؟ ممكن أو لا يمكن؟ هذا سؤالي. هل يكلفك رسول الله بعبادة؟ هل يكلفك؟ اسمح لي حبيبي، اسمع سؤالي. اسمع، أنا ما جاوب، أنت جاوب. أنت جاوب، أنا أريد أكمل سؤالي. خليني أكمل سؤالي. هل يكلفك رسول الله بتكليف لا أساس له؟ هل يكلفك رسول الله بتكليف لا تطيقه؟ هذا سؤالي، جاوبني عليه. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلفنا ما لا نطيق. تمام؟ جيد. وليس العبرة بفهمك للحديث، ولكن العبرة بفهمنا نحن الحديث الذي ورد عندنا. الحديث بالعربية. شوف استاذي حبيبي الغالي. انت سألت وانا اجاوبك، اديني فرصة اجاوب. حبيبي الغالي انت، انا ساعطيك. عندما قال مات وليس في عنقه بيع، سألت قلت لك البيع لمن؟ قلت لي للإمام. قلت لك ما هي صفة الإمام أو مواصفات الإمام التي تجب له البيع؟ تفضل قول. مواصفات الإمام أن يكون عارفا بأمور الدين والدنيا، والبيع لواحد فقط. جميل. من هو بقى ذلك الإمام الذي لا يجتمع إمامان معه؟ أنا اللي بدي أسألك، أنت بيعتك لمن؟ إحنا بالنسبة لنا الشيعة حسمنا أمرنا. سبحان الله. الشيعة حسمنا الأمر. أنا بسألك أنت تعرف أن الشيعة إمامهم الآن المهدي المنتظر. أنت منو إمامك الآن؟ منو إمامك؟ تفضل اعطيني إمامك. اعطيني إمامك. أنت منو إمامك؟ انطيني منو إمامك. أنا متفق معاه أن الإمام هو الإمام المهدي. أنا أريد أعرف أنت إمامك منو؟ أنت منو إمامك؟ لحظة واحدة. جيد، اسمع هذا، اسمع. دقيقة واحدة. شيخ وليد راح أعطيك واحد بعد أقوى. لو سمحت. هذا رقم الحديث 16,000. اسمعني، رقم الحديث 16,876. حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات بغير إمام، التفت، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من إمامك؟ جاوبني يا أخي. من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. إمامك من هو يا شيخ وليد؟ من هو إمامك؟ لا إله إلا الله. سيدي حبيبي، أنت حبيبي، بس جاوبني على سؤالي الله يخليك. من هو إمامك؟ من مات بغير إمام، الحديث عندك في مسند أحمد. من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من إمامك أنت؟ من إمامك؟ ممكن تسألني. ها، أنا أنت تعرف إمامك من هو يا أخي؟
من إمامك الآن؟ جاوبني. إمام الشيخ، إمامي دلوقتي اللي أنت بتتكلم عن الشيخ مجدي بتاع المسجد اللي تحتينا. لا الإمام يجب أن يكون للكل. انطيني الدليل على قولك. وخلي بالك، لا الإمام أنت بتقول الإمام يجب أن يكون للكل، صحيح؟ اي نعم، للكل إمام واحد. هذا تعريفكم أنتم. الآن دقيقة شيخ وليد اسمح لي حبيبي، اسمح لي سأعطيك الدليل يا شيخ وليد. سأعطيك الدليل. اسمعني أعطيك الدليل على ما أدعي. اسمعني يا حبيبي، اسمعني، ما يصير هذا الكلام. اسمع الدليل على ما أدعي. كتب أهل السنة أعطيك تعاريفك. زين الآن لا، أنا بعدني ما خلصت. إيه، غير تخليني أكمل لك. أنت ما تريدني أكمل، ليش؟ أنا ما أعرف شنو السبب، ما أدري. أنا اللي بقول لك اديني دقيقة وخد دقيقة. يلا سوي توقيت دقيقة. تفضل عرف لي الإمامة عندك. تفضل عرف لي إياها. ما هي الإمامة عندك؟ خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا اللي هعرفها. كان من يعرف؟ صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. معنى الإمام معنى القائد، معنى الإمام معنى القدوة. من القدوة؟ لو أنت ما خليتنيش تكمل دقيقة حتى. تفضل كمل ما عندي. لا إله إلا الله. تفضل كمل. إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام القائد، الإمام القدوة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن هو إمام معروف، إمام ظاهر للناس، إمام قدوة، إمام قائد. هل هذه الشروط الثلاثة تنطبق الآن على المهدي أم لا؟ تفضل جاوب. من قال بهذا؟ انطيني مصدر لقولك. الإمامة عندك كما يعرفها البحر الرائق. اسمعني خليني. انطيني وين هذا التعريف؟ وين القاه؟ من قال بهذا التعريف؟ والله انطيني اياه. اريد مصدر للتعريف. انا اريد مصدر للتعريف. لا اسمح لي خليني اكمل دقيقتي. لا ما اسمح لك. خليني اكمل دقيقتي. بدقيقتك انطيني المصدر بدقيقتك. اخي اي بدقيقتك انت، في وقتك انت اعطيني المصدر، ما يصير تقاطعني، ما اسمح لك تقاطعني. وعرف المحقق الإمامة العظمى في المسايرة بأنها استحقاق تصرف عام في الدين والدنيا على المسلمين، وظاهره أنه لا بد في الإمام من عموم ولايته، ولذا قالوا لا يجوز اجتماع إمامين في زمن واحد. هذا البحر الرائق لابن نجيم الحنفي في الجزء السادس صفحة 299. من أين بعد؟ خلينا نشوف ماذا عرف ابن تيمية. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. ابن تيمية في السياسة الشرعية في الصفحة 217. والحديث عندك يقول من مات بغير إمام مات ميت جاهلية. عفوا، من مات وليس عليه إمام. مات ميت جاهلية. من إمامك الآن؟ خلينا نعرفه. حياك الله حبيبي. من إمامك الآن؟ خلص. أنت عرفت الإمام بالمعنى اللغوي، هذا هنا بالمعنى الاصطلاحي. أنا أريد هذا المعنى اللي عرفوه علمائك. الآن بيعت. تفضل. حضرتك خلصت؟ تفضل، يلا تفضل. تمام. ممكن تقرأ لي قول الإمام ابن تيمية تاني؟ هذا قول الإمام، هذا قول ابن تيمية. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. وقتك. يلا تفضل اعطيني المصدر. أنت من أين أتيت بقولك؟ أنا عندي مصادر. أنت منين جبت؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ده حديث صحيح. خلاص. إنما جعل. وين هذا مصدر الحديث؟ مصدر الحديث وين؟ ممكن بقى أنت تقاطعنا. مصدر الحديث انطيني مصدر يا أخي، انطيني مصدر. ما قاطعك أنا. من تتكلم كلام، سبحان الله، عندما تتكلم بكلام تعطيني المصدر. لازم ما تتكلم كلام بدون مصدر يا أخي. أعطيني المصدر.
انا ما اقول لك كذبت، اريد المصدر حتى انا ارجع له اتاكد من عنده. سيبني انا اتكلم للنهايه وبعد كده بقى بتتكلم. انا مو طالبتك بالمصدر قبل شويه. على فكره انت انسان جبان. انا اشكرك ومش عايز تسمعني. انا اشكرك ما راح انا اشكرك ومش عايز تسمعني. انا اشكرك ما راح انزل لمستواك. انا ما راح انزل لمستواك. لا انت انسان جبان مش عايز. لا انا ما انزل لمستواك. انت انحرجت وانحشت شويه. على فكره انت انسان جبان. شويه. على فكره انت انسان جبان. شويه. على فكره انت انسان جبان. انا اشكرك ومش عايز تسمعني. انا اشكرك ما راح انزل لمستواك. انا ما راح انزل لمستواك. لا انت انسان جبان مش عايز. لا انا ما انزل لمستواك. انت انحرجت وانحشرت وبدات تتجاوز. بس ثق انت بهاي اللحيه اللي انت بيها الزائفه اللي تقشمرون بيها الناس، لو كان عندك ذره ادب ما تجاوزت. لكن انت تعلم علم اليقين ان طلحه والزبير ماتوا ميتة جاهليه، فبهذا تسقط عداله الصحابه عندك. ما استطعت ان ترد وهربت، وانا ما قلت لك هرب، غلق الخط. الى هنا احبتي الكرام، بعد ان تجاوز الشيخ وليد اسماعيل وهذه هي اخلاق الوهابيه، اقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله من جديد. بختام الفيديو أعقب وأكرر وأقول، لاحظتم هروب وليد إسماعيل من موضوع أنه الزبير طلحة والزبير لمن كانت البيعة، من بايعوا طلحة والزبير، من بايعوا عائشة، من بايعت. والقرآن الكريم ينص أنه النساء تبايع، وليس كما يدعي بعض مدعي العلم ويقول أنه لا بيع للنساء. والقرآن يؤكد أنه النساء عليهن بيعة، تؤكد، أو الآيات القرآنية تؤكد ذلك. إذن عائشة، طلحة، الزبير لمن كانت بيعتهم يقول لا، أنا أريد أن أسألك عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهذا هو ديدن الوهابية، بغض النظر عن وليد إسماعيل وغيره لا يمثلون شيء، فقط وفقط لأنه ترأس القوم إن صح التعبير وأصبح له متابعين. لذلك نحن نحاور ونعطي قدر من الأهمية، وإلا وليد إسماعيل لا يختلف عن أصغر وأجهل وهابي. وليد إسماعيل يتكلم بهذا المنطق: هل البيعة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أو هل البيعة بصورة عامة تشترط الرؤية أو لا؟ وهذا هو نقض الأستاذ عقيل. فأنتم شاهدتوا وليد إسماعيل كيف هرب من موضوع إلى آخر وذهب ليقول إنه أنت جبان، وأنه إمام المسجد عندي هو الشيخ مجدي. يا وليد إسماعيل، أنت سألت عن البيعة وأنا أجيبك. هل الشيعي يبايع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هل بايعه؟ نعم، نحن نقول إنه لا تشترط البيعة في الرؤية، لا تشترط الرؤية في البيعة. ونقول نحن دائما ما نقرأ في عهد أو في دعاء الندبة أو في دعاء العهد، دائما نقرأ هذا النص: اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها عهدا وعقدا وبيعة له في رقبتي لا أحول عنها ولا أزول. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. نقرأ هذا الدعاء إلى تتمته. إذن في النص الذي نزور به الإمام المهدي أو في هذا الدعاء، دعاء العهد، نبين ونقول: اللهم بلغ مولانا الإمام المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عنا عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. إذن الشيعة يبايعون الإمام أو بايعوا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لكن كما قلت أن التواتر جعلني أقر أن وجود شخص في القاهرة أو رسول الله في القاهرة كما مثلت بهذا المثال. نقول ونحن أيضا لدينا أخبار متواترة على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فبايعناه. ولكن يبقى السؤال الذي هربت منه وليد إسماعيل: طلحة والزبير، وهذه مني عائشة، لمن كانت بيعتهم يا وليد إسماعيل؟ بختام الفيديو أعقب على موضوع جبان. أنا ببداية الفيديو وأيضا بنهايته عقبت وقلت أنه هؤلاء الأشخاص
لا يهربوا أو يهربوا من الإجابات ومن الإلزامات بالتجاوزات والهروب من الموضوع يكون بالتجاوز. وإلا إذا كان الموضوع علمي بحت فهؤلاء الشرذمة من الوهابية ولن يصمدوا أمام أصغر طفل شيعي، فضلا أمام أستاذ أو فضلا أمام الأستاذ عقيل العراقي. إذا هذا هو ملخص اليوم، هذا هو فيديو اليوم. حبيت أنه أغير الإجابات من إجابات الحاج وعد اللامي وبرنامج سؤال بريء إلى إجابات شخص قدير آخر اسمه عقيل العراقي، اللي أدعوكم جميعا للاشتراك في قناته وأيضا التفاعل معها حتى نكون، ودائما ما أكرر هذه الكلمة، نكون تيم إعلامي وشبكة إعلامية شيعية. نوصل هنا إلى ختام الفيديو، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة سواء للحاج وعد، الأستاذ عقيل، وبرامج مشايخ ومحاور الشيعة على الله برهانهم. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.